والله زي ما بقول لك كده، تخيل كده انك بتتكلم في التليفون او بتبعت رساله مثلا او بتسكرول على فيسبوك، وفجاه في حد شايف كل ده وسامعك ومن غير ما انت تحس. الفيديو ده هحكي لك عن اغرب 5 قصص حقيقيه للتجسس، واشخاص حياتهم اتدمرت بالكامل لان هم اصلا كانوا تحت المراقبه وما كانوش يعرفوا. وصدقني القصه رقم 3 معانا هتخليك تفكر 1000 مره قبل ما تستخدم الموبايل بتاعك تاني، عشان اللي هتسمعه دلوقتي هيخليك تشك في كل حاجه حواليك. ملحوظه بس كده قبل ما نبدا الفيديو حابب اقولها لك. NSO ده ابلكيشن عملته شركه بيجاسوس او بيجاسوس. الشركه دي طبعا تبع الخنازير واللي كلنا عارفينهم. برنامج SNO من اخطر البرامج اللي تم تطويرها على مجمل الشركات، واللي طورتها اصلا شركه بيجاسوس. البرنامج ده متصمم ان هو يحول اي موبايل لجهاز مراقبه على مدار 24 ساعه، ما بيقفش حرفيا. وده بقى بيسمح للشخص المتجسس بالوصول للمكالمات والصور وجميع المحادثات والرسائل. ده بالاضافه انه بيقدر يتحكم في الكاميرا والميكروفون وفي الموبايل كاوفرول، وده هيخليه كده هيسمعك لانه بيتحكم في الميكروفون زي ما بقول لك. وده اللي بيحصل في بعض الشركات اللي مش هنذكر اسمها كانت بتتجسس على الموظفين بتوعها باستخدام الابلكيشن ده. ونيجي لاول قصه معانا. كلنا بنحب الالعاب وبنحمل العاب على الموبايل بتاعنا بالهبل، وبنستمتع كتير قوي واحنا بنلعب الالعاب دي. بس انت هتفكر كذا مره لما تعرف قصه اشلي والتجسس من خلال برنامج الالعاب. اشلي بنت عندها 19 سنه، كانت بتلعب لعبه الكترونيه ما ومبسوطه جدا، وفجاه اتعرفت على شاب داخل اللعبه دي واتكلموا على الواتساب واخدوا ارقام بعض، والعلاقه كبرت شويه او شويتين ما بينهم، لدرجه ان البنت دي اصلا كانت محترمه بس وقعت في الغلط، وهو طلب منها ان هي تبعت له صور، وكان حجته ان هو بيحبها وايه يعني مفيش اي مشكله. وفعلا البنت عملت كده، وده كان اسوأ قرار هي اخدته في حياتها، لان بعدها على طول الشخص ده بدا يبتزها بالصور بتاعتها، وهددها كمان ان هو هيفضحها على كل منصات التواصل الاجتماعي. البنت فعلا ما عرفتش هي هتعمل ايه، بس خدت قرار ان هي تروح تحكي لواحد صاحبها، وبدا فعلا يعمل اجراءات ويهدد الولد ده بان هو هيبلغ عنه. الولد في الاول ما كانش خايف، بس بعد كده اقتنع. ده يعرفك قد ايه ان لعبه صغيره تعرفك على حد يبقى سبب انه يدمر حياتك. نيجي للقصه رقم 2 معانا. كلنا بلا شك اتعرضنا بنوع او 2 من انواع التنمر. يعني انت حصل لك تنمر ايام المدرسه من حد تعرفه او ايا يكن، وانا كذلك معظمنا. بس نيجي بقى لنقطه التنمر الالكتروني، فدي اللي صعبه شويه، وده اللي هنسمعه في قصه انجيل. واحدة من القصص اللي معانا النهارده واللي انا هقولها لك دلوقتي هي ملهاش علاقة بالتجسس ولا المراقبة، بس هي لازم نتكلم فيها. التنمر يا جماعة. طفلة كان عندها 14 سنة، كل همها بس ان هي تلعب وتذاكر وتنجح في المدرسة. اتعرضت لأبشع انواع التنمر ده عشان شكلها مش حلو. عيني الموضوع نسبي يا جماعة، انا الحلو بالنسبة لي وحش بالنسبة لك وهكذا. وكمان دي طفلة، فالتنمر كان بيجي من اطفال وزمايلها اللي هي المفروض كانت بتحبهم. التنمر ما وقفش هنا بس، ده كان كمان على السوشيال ميديا، بيتريقوا عليها في الجروبات وعلى الفيسبوك وهكذا، لغايه ما البنت قررت تعمل حاجه ما ينفعش اصلا تيجي في دماغ طفله زيها. انت متخيل انا هقول لك ايه؟ البنت في المحطه بتاعه الاتوبيس خلصت على نفسها، وده حرفيا البنت ما قدرتش تقاوم. كم الضغط اللي كانت فيه اكيد هو اللي وصلها لده. انا بتكلم عن طفله هنا عندها 14 سنه، انت متخيل؟ احنا خلصنا اول قصتين، وزي ما وعدتك هي القصه الثالثه اصدم واحده فيهم كلهم. انا عايزك تشد الحزام حرفيا وتركز قوي في تفاصيل الحكايه دي، وحرفيا دي هتثبت لك انك ما تثقش في اي حد حتى لو اقرب الناس ليك. القصه اللي معانا الثالثه وهي قصه الابتزاز العائلي. القصه دي بنت عاشت 8 سنين حرفيا في عذاب وتهديد، تهديد بالابتزاز، وده ما كانش من حد بعيد عنها او غريب، ده كان من جوز خالتها. البنت دي كان عندها خاله، الخالة دي متجوزة، جوزها ده كان بيخونها مع اختها. يعني البنت كده عندها خالتين، واحدة متجوزة شخص والتانية بتخونه معاها. البنت ساعتها هنا ما كانش بينها وبين جوز خالتها ده اي حاجة، ولكن هو طمعه وهوسه خلاه انه يطلب منها حاجات، واحنا فاهمين القصة ايه. بس اللي طبعا جرأوا على ده هي عشيقته اللي هي خالة البنت التانية، وقدروا يطلبوا منها الطلبات دي بسبب ان هم اخترقوا الموبايل بتاعها وقعدوا يهددوها 8 سنين. البنت عايشه في تجسس حرفيا 8 سنين، ايا يكن الطريقه اللي استخدموها، ابلكيشن او لينك، بس هم قدروا يوصلوا الموبايل بتاعها وكل الصور الشخصيه اللي عليه. فعشان كده حاولوا ما تخلوش فيه صور شخصيه كتير على الموبايل، وخصوصا البنات. البنت حرفيا ما كانتش عارفه تعمل ايه، وخصوصا ان خالتها دي اللي هي الست اللي مش كويسه، مش خالتها اللي متجوزه الراجل، لا خالتها دي مبينه قدام الناس ان هي متدينه جدا ومحترمه، والبنت كانت خايفه ان محدش يصدقها. بس بعد مدة طويلة جدا الحقيقة قدرت تتواصل مع صفحات الدعم وقدروا ان هم يساعدوها. وده يعرفك انك اي حاجة تقع فيها لازم تبلغ فورا،
لان دول اكتر ناس هتساعدك. اظن تفاصيلها كانت غريبة بالنسبة لك، بس رقم 4 معانا برضو محتاج تدقق فيها وتعرف ان هي بتحصل لمعظم الناس اللي بيتفضحوا على السوشيال ميديا. وركز معايا في تفاصيلها. قصة الاب المبتز. في الحكاية دي بنت عندها 16 سنة، وانا برضو مش حابب اجيب اي اسماء. بطريقة ما اخترق الموبايل بتاعها شاب، والشاب ده هي كانت للاسف على علاقة بيه. المهم الشاب ده بدأ ان هو يهددها بنشر صورها مقابل فلوس. البنت حرفيا ما كانش معاها فلوس، والانيل بقى ان الولد بعت الصور دي لابوها. حسرته حرفيا ما تتوصفش. اكيد اب يجيله صور بنته في اوضاع زي دي، ولكن الصدمه هنا ابوها ده كان من ذوي الاحتياجات الخاصه. حرفيا اقل كلمه انا اقولها للولد او الشاب القذر ده انك اكيد عقابك مش هيبقى هين. وهدده بقى. المشكله انه هدد الاب بالصور دي، لو ما دفعش هيفضح بنته. الاب يا عيني اضطر انه يبيع الموتوسيكل بتاعه اللي بيصرف بيه على عياله، واللي كان حرفيا كل ما يملك، عشان يحمي بنته بس من الفضيحه. التنمر مش هينتهي معانا في القصه اللي قبل اللي فاتت. اشلين كونر اتعرضت لتنمر في حياتها في العموم، وده دمرها، واللي زاد وغطى عليه التنمر على السوشيال ميديا. حرفيا قصص التنمر وحكاياته صعبه جدا، والواحد حرفيا جرب ده بنفسه، فعشان كده هو بيحس بالناس لما بيحصل لهم كده. كان في بنت عندها 10 سنين بتتعرض للتنمر في المدرسه، اشلين كونر، والبنت دي كانوا بيقولوا عليها يا تخينه يا وحشه وهكذا، بسبب ان هي بس ما اختارتش وهي طفله ان هي تعمل نظام غذائي وتلعب جيم وهكذا. اكيد ده ما جاش في دماغها. احنا بنحكم عليها يا جماعه، دي طفله. بداوا ان هم يتنمروا عليها ابشع تنمر. انت ممكن تقول لي انت مكبر الموضوع، والله لا، الموضوع ده صعب جدا يا جماعه. التنمر ده كمان استمر على السوشيال ميديا لدرجه ان البنت طلبت من امها ان هي تتعلم في البيت عشان تبعد عن التنمر ده. هي مش عايزه تشوف الناس حرفيا، كل ما بتبص لوش اي حد بتفتكر الكلمه اللي جرحها بيها. وتخيل يا صديقي اللي انا هقوله لك ده حصل فعلا. البنت ما قدرتش تستحمل، وده بسبب ان امها رفضت ان هي تتعلم في البيت. وللاسف انا بكلمك عن طفله عندها 10 سنين انتحرت، وده في بيتها. بصوا يا جماعه انا حرفيا مش قادر استوعب قد ايه بشاعه القصص اللي انا قلتها لكم، وانا بقولها لكم بشكل مصغر. احنا بجد اسفين لاي حد ضحيه التنمر. في نهايه الفيديو انا احب اقول لك كلمتين. حاول تعرف انت بتحمل ابلكيشن ايه على موبايلك، حاول تعرف انت مين مديله الثقه. خلي بالك لا يكون حد واخد الباسورد بتاعتك من على اي منصه، ما تامنش لاي حد. رابع حاجه اوعى تكون من المتنمرين اللي بيقضوا على حياه الناس من غير ما يحسوا. وخامس حاجه انت ازاي مش عامل سبسكرايب لغايه دلوقتي؟ وبس كده، سلام عليكم.